صباح الورد والفل والياسمين. يا رب يجعل ايامنا كلها جميله. الفيديو ده كده فورا اول ما تخلصوا بس تبعتوا لكل المديرين بتوع الشركات واصحاب الشركات والناس اللي ليها يعني اللي ليها السلطه في اتخاذ القرارات في الاماكن اللي انت تعرفها عامه. بلاش اللي انت بتشتغل فيها عشان هتبقى باينه قوي ان انت بتلمح. يعني من باب ان احنا نتقي ربنا بس ونراعي ربنا في كل تصرفاتنا. زي ما حضرتك كمدير بتسمح لنفسك ان انت تخصم لموظف عندك عشان خاطر اتأخر، عشان خاطر مشي بدري، عشان خاطر خد اجازة، ايا كان. طبعا انت يعني هو هنتكلم من حق ربنا، انت عندك حق. ده وقت هو ما اشتغلوش، الراجل جه متأخر عن شغله، بدل ما كان يبقى موجود في ميعاده 8 جالك 8 ونص، جالك 9. حقك اعمل البنالتي اللي انت عاوزها. الراجل استأذن ومشي بدري وانت ما استفدتش منه والشغل اتعطل بسببه، حقك. الراجل ما جاش في يوم كان المفروض انت معتمد عليه في الشغل واجازة غير مسبوقة او غير متبلغ عنها او حقك. لكن كمان بقى حضرتك لما تطلب منه انه يقعد بعد مواعيد شغله يبقى لازم تكافئه على ده، لازم تزود له اجره. لما تطلب منه ينزل يوم اجازته ويسيب بيته ويسيب عيلته ويجي عشان يشتغل يبقى لازم تكافئه على ده. للاسف يا جماعه في ناس اعتبرتها حق مكتسب ان انا اطلب من الموظف ان هو يقعد بعد مواعيد شغله بدون اي مكافأة او بدون اي اوفر تايم او اي حاجة. ومن يعني من الفجر، مش هقول غير كده، ان انا كمان افهم الموظف ان انت اللي مقصر. انت عشان ما قدرتش تخلص شغلك خلال يوم العمل فبالتالي انت ملزم انك تقعد بعد ما تخلص يوم العمل عشان تعمل شغلك. ده اسمه فجر، لان احنا كلنا دلوقتي بقينا عارفين ان الموظفين بتشيل اكتر من شيلتها. في ان شاء الله بقى فيديوهات قبل كده هتكلم على التكنيك بتاع ان احنا نمشي ناس ونخلي عيني الناس اللي موجودة تبقى مقهورة وتقعد تشتغل شغل الناس اللي مشيت. لا انا خليني بس اركز في الفيديو ده، ولو سمحتوا انشروا الفيديو ده لان هو مهم. زي ما بتسمحوا لنفسكم ان انتوا تعاقبوا الموظفين اللي بيمشي بدري، اللي بيتأخر، اللي بياخد اجازة من غير ما يكون قايل، تمام حقك. بس زي ما بتعمل ده لازم تدي للراجل ده حقه لما يقعد لك بعد مواعيد الشغل، لما ينزل لك في ايام اجازاته، لما يعمل شغل زيادة عن اللي مطلوب منه، لما يعمل تاسكات زيادة، لما يكون هو شغل 1 2 3 وهو تفضل مشكورا عمل 4 و5 و6. اتقوا الله شوية يا جماعة، اتقوا الله. انتوا وصلتوا للناس للانفجار. مش زيادة الاسعار هي اللي وصلت للناس للانفجار، لا، ان الناس مش واخدة حقها، مش واخدة المرتبات والاجور اللي تستاهلها. هي دي اللي تضايق. لكن الاسعار كده كده على مرور السنين بتزيد، ما كانش متوقع يعني ان هي هتقف. وشكرا.